عليها. فبلاش تحطوا لنا السم جوه العسل، بلاش تحطوا السم جوه العسل، لان احنا مش هنبلعه ومش هنقبله. الدراما يا جماعه بدات تحط السم في العسل علشان يخلوك تحب الخيانه. مسلسل يا جماعه لا ترد ولا تستبدل، مسلسل لا ترد ولا تستبدل. المسلسل ده بالظبط زي دس السم في العسل، بيحطوا لك السم جوه العسل. جايبين ست متجوزه، يعني انا قلت لكم ما اتفرجش على العربي، بس لقيت المسلسل ده كل شويه ينزل عنه اعلانات على الفيسبوك، فقلت اتفرج عليه. يعني جايبين لك قصه حب عايزينك تتعاطف معاها، تكاد تكون مستحيله. بنت ناس فاقده كليتها او عندها فشل كلوي وبتدور على متبرع طول الوقت، وجوزها مش مديها الاهتمام الكافي، وفي واحد تاني بيحاول يلفت نظرها بجدعنته برجولته بصوته الحنين بنبرات صوته وشه الجميل. يعني عايزينك بس يحطوا لك السم جوه العسل، يعني باي طريقه يحطوا لك السم جوه العسل. يعني ده مش هينفع، والناس مش هتقبله ولا هتتفرج عليه. يعني انت جايب في مشهد انك انت عمال رايح لها وتقول لها انا بعمل كل ده، وطبعا رغم ظروفه المستحيله وحياته اللي كلها كفاح، وجايب بنبرات صوتك الحزينه وعمال تقول لها انا بعمل كل ده عشان بحبك، يعني عشان الناس بقى تتعاطف معاكم، والناس تتعاطف مع قصه الحب الفاشله دي، ويقولوا يا جوزها وحش، جوزها بيعملها وحش، مع انه جوزها استأمنك على بيته واستأمنك على عرضه وخلاك تودي وتجيب مراته، ووقف معاها في موضوع الكليه ما سابهاش، مش علشان ما ادهاش حته من جسمه يبقى وحش، يبقى انسان وحش، لا، هو استأمنك على مراته وعلى بيته وعلى انك تسوق عربيته وكل الحاجات دي، وفي الاخر انت رايح تحب في مراته، وعايزين الناس تتعاطف مع ده. يعني الناس هتتعاطف ازاي؟ دي واحده متجوزه وعندها راجل مسؤول عنها وبيجري معاها في كل حاجه، وكل ده مش مهم بقى، ده مش مهم، المهم ان في قصه حب لذيذه لطيفه المفروض انها تنشا بين الطرفين. يعني ده بجد بجد دس السم جوه العسل، زي بالظبط مسلسل سابع جار، اللي جايبين البنت كانت بتروح عند صاحبها وتشرب بيره وتقعد تهزر معاه، وبعد كده تروح مع جارها تشرب معرفش ايه ممنوعات في العربيه مع جارها، ويقول لها انا جبت لك سيجاره من محشيه معرفش ايه، تقول له يا ده انا ممكن اهرب معاك. انتوا بتحطوا السم جوه العسل. يعني ودي حاجات لا تليق بينا ولا تليق بمجتمعنا ولا بشرقيتنا. يعني احنا ما عندناش الكلام ده، انتوا مش واخدين بالكم، احنا ما عندناش الكلام ده. يعني وبعدين في المسلسل بتاع لا ترد ولا تستبدل جايبين جوزها ندل عشان ما ادهاش كليتها، جايبين جوزها ندل عشان ما ادهاش كليتها. طب ما امها عملت نفس الحكايه، ما امها ما ادتهاش كليتها برضه وسمعت كلام جوزها، اشمعنى جايبين اللوم على جوزها؟ وبعدين هي من قبل ما تعرف اصلا انها عندها فشل كلوي كانت بتقول انا عايزه اسيبه، فايه حلو ليها وحش ليه؟ يعني ما كانت عايزه تسيبه. فانا مش فاهمه يعني وكانت بتقول لك لا وانسان ما اعرفش ماله، ومع ذلك هو ما سابهاش. وعلى فكره في كل مشكله كان بيقول لها على فكره ده هيحصل من ورا مشكله، ما تديش بياناتك لحد، دول سمسره، يعني كان بينبهك، ومع ذلك ما كنتش بتسمعي كلامه، وكنت في كل مره بيحصل عندك مشكله، يعني الراجل ما كانش غلطان، يعني هو ما كانش غلطان. انما موضوع دس السم جوه العسل ده، ان انا بقى اقول لك ده وعشان تتعاطف مع قصه الحب الشنيعه الفظيعه المريعه دي. يعني بجد يعني مش عارفه احنا هنوصل لفين بالدراما دي. الخطوط الناعمه ديت اللي بتتحط جوه الدراما علشان تخلي الناس تتعاطف معاها، المفروض ان احنا بقى ايه نخلي بالنا منها. يعني يا جماعه نركز معاها شويه، الناس دي عايزين يقولوا ايه. وبعدين احنا ليه رفضنا فيلم فاتن حمامه اللي هو سيده القصر لما سابت ابنها وراحت مع صاحبها ما اعرفش فين لغايه اما جوزها يخلص ايه؟ ما احنا انتقدنا الفيلم ده، ما تعاطفناش مع قصه الحب. هو في حد تعاطف مع فاتن حمامه في قصه الحب الفاشله دي؟ برضو ما حدش تعاطف معاها. فبلاش تحطوا لنا السم جوه العسل، بلاش تحطوا السم جوه العسل، لان احنا مش هنبلعه ومش هنقبله. الدراما يا جماعه بدات تحط السم في العسل علشان يخلوك تحب الخيانه. يعني تحب ان الست يا تتعاطف بشده وبقوه مع قصه الحب الفاشله دي. ارجوكوا كفايه كده، يعني الشعب مش ناقص، والشباب الصغير مش ناقص، والجيل بتاعنا كله مش ناقص، فارحمونا شويه بقى.